في ناس كتير قوي بتتكلم يعني زمان. من زمان يعني بصراحه كنت شفت الفنان بشكل وتوفيق، وشفت الاعلام الكبير والصحفي الجميل كابتن عطاء ووقت ما كنا بنخلص كتير. شفت اللي بيطلع حباب قلبي، شفت كابتن حمص، كابتن وليد فايز، وكابتن رضا عبد المنصور اللي هو كان معاه ثواب. شفت عموره الكوره مع عموره، شفت سمير جمل، وشفت الاولاد عموره النهارده. اول حاجه شفتها بصراحه على كده حاجه جميله قوي بصراحه. يا سلام عليكم والله يا كابتن. طب تعالى بقى انت كده نمشي. هيفضى وعطران في المدينه؟ لا يفضى وعطران في المدينه. مع كابتن صاحب الكبير الاستاذ عصام ابو بكر. نسمع تشجيع الاستاذ عصام ابو بكر. كابتن عصام ابو بكر، مثل هذه الاحتفالات بتمثل حضرتك. كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه المولد النبوي الشريف، انا سعيد ان انا متواجد معاكم النهارده. ده طبعا يبقى يوم جميل، يعتبر عرس كروي في الوقت نفسه، بيبقى بيجمع كل الحبايب اللي ممكن الواحد ما يشوفهمش من فتره. الواحد بيبقى سعيد انه يشوف حبايبه وبيتواجد في مثل هذه المناسبات اللي بتبقى سعيده على القلب فعلا. وانا ببقى سعيد لما ببقى متواجد في مثل هذه المناسبات، بيبقى شيء جميل ويزيد شرف طبعا. وبرحب بجميع الساده الحضور وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين، ودايما متجمعين يا رب دايما كده في المناسبات الرياضيه والمناسبات الدينيه الجميله على قلوبنا كلنا. وربنا يا رب يحفظ مصر ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين. طب اللفته الطيبه لدار ثروت للايتام اللي متواجده معانا دلوقتي، تحب تقول عنها ايه؟ طبعا دار ثروت للايتام طبعا مش عاوز كلام. طبعا ده طبعا للفنان الكبير محمد ثروت بتنسى فيه. هو ابن ربنا، طبعا ده شيء جميل وشيء يشرفنا كلنا. وطبعا فوزان كل سنه وانتم طيبين، وانتم منورين في تواجدكم معانا النهارده ان شاء الله. وبتمنى ان انتم تقضوا يوم سعيد وتنبسطوا معانا ومع التواجد الجميل ده من كل الاعمار. كل سنه وانتم طيبين. شيء جميل طبعا بيبقى التواجد المناسبات الرياضيه مع المناسبات الدينيه، بيبقى شيء جميل جدا. انت عارف ان اهم شيء في الكوره او في الرياضه عموما الاخلاق الرياضيه. وسيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام قال ان انا بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، فهو اسوه حسنه لنا جميعا. طبعا من ضمن اهم ملزمات الرياضه ان يكون ممارس الرياضه يتحلى بالاخلاق الرياضيه. فده شيء جميل زي ما بقول لحضرتك، ان تتواجد الاعياد والمناسبات الرياضيه مع المناسبات الدينيه. وفي هذا الجمع وهذا الحفل الجميل انا شايف ان الناس كلها سعيده، وانا سعيد فعلا في التواجد معاهم في هذه المناسبات. طبعا كنا مع نجم الصحافه الاستاذ عصام ابو بكر. تعالوا بينا لنجمه الاعلام الاستاذه ندى حسني. الاستاذه ندى حسني، مثل هذا اليوم بيمثل لك ايه؟ لا هو يوم جميل، يوم جميل قوي قوي قوي، واتمنى يا رب الاكاديميه دي تبقى مسمعه اكتر واكتر وبالتوفيق لكل الكباتن. طب انا بقول لك ايه بقى، النهارده بوجود دار ثروت الايتام، وجود كوكبه من الرياضيين في الغربيه، تحب تقولي للناس دي؟ بقول لهم ربنا يوفقكم دايما ودايما في عمل الخير، واحب دايما ترسموا البهجه على الايتام بالذات، ده اهم حاجه عندنا. واحب الكل يشوف كده، ويبقى دايما لو في اي افتتاح اي اكاديميه اي شيء دايما ندعم، يكون عندنا دعم للايتام يعني كل حاجه حلوه نعملها للايتام للناس المحتاجه. ده اهم حاجه في الاكاديميات دي، هي اللي تسمع اكتر، مع ان احنا كمان بالتوفيق لكل الكباتن الصغيره والكباتن الكبيره والاشبال الجديده كلها. معاكي بابا المجال، اتفضل بابا المجال. انا حابب اشترك النهارده، يعني تقولي ايه كلمه بقى لاولياء الامور اللي هم مديرين الملعب؟ اقول لهم دايما كده ربنا يوفق لكم اولادكم، ودايما يا رب يحفظكم ليهم، وتدعموا الاولاد وما تشدوش اعصابكم عليهم. حتى لو الولد يعني مثلا
اللعب مش عاجبكم النهارده، لا بالراحه عليه، ما تقولوش انت ما لعبتش قوي ليه كده، انت ما كنتش شاطر، انت مش ما تكسرش مقاديفه يعني. تمام. كنت تنصحي ايه بقى الشباب الصغير بقى اللي هم يعني مستقبل مصر؟ انصحهم بالنسبه للعب يعني ايوه اللعب ان هم يهتموا بنفسهم، ودايما كده يكون عندهم نشاط وذكاء في التعليم والرياضه. ربنا يوفقهم يا رب. اتمنى لهم كل سعاده لكل اللي حابب يبقى بطل في الكوره باذن الله. وانا شايفه ان الكل بيحب الكوره، انا شايفه كتير مقبل على الكوره من كل اولادنا. يعني انا دايما كل ما اروح مكان الاقي البلد كلها راحت تلعب كوره. طبعا الكوره طبعا شيء جميل، ولعبه لها شعبيه كبيره على مستوى العالم كله. فطبعا كل بقى المصريين بقى والساده الكبير النهارده اللي بيختاروا المهرجان النهارده اول مره، بس بصراحه الدنيا منوره. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك. كابتن سمير الجمل طبعا وعموره طبعا كوره مع عموره. اهلا وسهلا. يعني كلمه اخيره كده حرفيا جميله. اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، احنا الايام دي ايام جميله، المولد النبوي الكريم صلى الله عليه وسلم، ويا رب دايما كده يحفظكم لاولادكم، ودايما احنا في حب مصر متجمعين وبعيد عننا كل شر يا رب، واشوف اولادكم كلهم احسن ابطال في العالم، وربنا يحميكم ويحمي مصر كلها. ربنا يخليكي وشكرا للقاء الجميل ده. مش عايزين مال ولا غنى، عايزين ذات ربنا احلى اكاديميه عندنا. شكرا لك. بنرحب بقى بالنجم النجوم ونجم الفجر الجميل الكابتن الكبير